بيبدأ الفيلم بظهور جيوفاني بيكتب عن تاريخ كازانوفا وقد ايه كان بيعرف ستات ملهاش عدد، لدرجة انه بيقول انه عرف 10,000 واحدة يا ابن اللذينة. لكن بيقول ان الوحيدة اللي ما كانتش من ضمن الستات دي هي فرانشيسكا، وبنشوفه وهو صغير ومامته مسافرة، لكن بتوعده انها راجعة تاني وبتطلب منه يستناها. وبنشوف كازانوفا بعد ما كبر وهو سهران مع راهبة وبيروح يبات عندها في الدير. ده انت جاحد. وفجأة بيسمعوا صوت الشرطة جايين يقبضوا عليه، وبيطلع كازانوفا علشان يهرب، وبتسلم عليه كل الراهبات اللي موجودين، وبيطلع يمشي على السطح، وبيدخل الضابط وبيسأل الراهبة عن كازانوفا، فبتقول انها ما تعرفش عنه حاجة وانها كانت بتصلي. لكن الضابط بيشوف جزمته وبيعرف انها كدابة، وبيطلعوا يطردوه. لكن كازانوفا بينط من سطح الدير على شباك الجامعة، وبيدخل بيلاقي اجتماع كبير ومناظرة بين الدكاترة على أحقية دخول الست للجامعة. وبيقول الدكتور إن الستات ما تنفعش في التعليم وإن مكانهم البيت وبس. فين الفيمينيست يضربوا الراجل ده على بقه؟ وبيجي الدور على جيردانو علشان يرد، وأول ما بيقف بيشيل الشنب وبيطلع فرانشيسكا اللي بتوريهم اختراع المنطاد وهي بتتكلم، وبتأكد لهم إن الستات تقدر تعمل أي حاجة. لكن في اللحظة دي بتوصل الشرطة، وبينزل كازانوفا وهو ماسك المنطاد التجربة وبيقع، وطبعا بتمسكه الشرطة وبتقبض عليه. وبيروح على رئيس الشرطة اللي بيحقق مع الراهبة، وبتقوله ان كازانوفا سحرها وقال لها انه الشبح المقدس. شوف ازاي. وهنا بيحكم عليه رئيس الشرطة بالإعدام، وبيقوله ان المرة دي مش هيفلت من العقاب. لكن بيوصل الأمير وبيقول لرئيس الشرطة ان الراهبة اللي أخد أقوالها دي تبقى أخت شخصية كبيرة قوي، ولو أخوها عارف اللي حصل هيطير رقبته. وطبعا بيروح سايب كازانوفا وبيعفو عنه، وبيطلع كازانوفا ورا الأمير علشان يشكره. لكن بيتفاجئ بالأمير بيطلب منه يسيب البلد، وبيقوله إنه خلاص ما بقاش ليه مكان عنده. لكن كازانوفا بيقوله إنه ما يقدرش يمشي من هنا لأنه مستني حد مهم. وهنا بيروح شرط عليه الأمير إنه يتجوز لو عايز يفضل في البلد. وبيرجع كازانوفا البيت وبيبلغ لوبو إنه لازم يتجوز، وبيقعد معاه في كافيه يشوفوا الستات ويدوروا على واحدة، لكن مش بيلاقي واحدة مناسبة ليه. وفجأة بيشوف فيكتوريا، وبيكون جيوفاني أخو فرانشيسكا جار فيكتوريا، وطول اليوم بيراقب فيها. وبتقول له أخته إنه لازم ياخد موقف ويصارحها بحبه. وبتدخل مامتها تكلمها عن اللي حصل في الجامعة، وبتطلب منها تبطل تعمل لها مشاكل. وبيشوف جيوفاني كازانوفا وهو داخل بيت فيكتوريا، وبيدخل يتقدم لفيكتوريا، وبتنزل فيكتوريا بنفسها وبتوافق. وبعد ما بيطلعوا بيجري جيوفاني عليهم وبيرمي على كازانوفا الجوانتي بتاعه علشان يبارزه. لكن كازانوفا بيرفض لأن الأمير طلب منه ما يعملش أي قلق. وبيروح لوبو ماسك الجوانتي وضارب بيه جيوفاني. وهنا بيقدر جيوفاني إنه يحدد ميعاد المبارزة، وبيسأل عن اسم المنافس، فبيقول له إنه لوبو لأن هو اللي رد عليه الضربة. وفي الوقت ده بتكون فرانشيسكا بتراقب اللي بيحصل، وبيرجع جيوفاني البيت وبيحاول يتدرب، وكمان لوبو بيتدرب مع كازانوفا، وطبعا مش بيعرف. فبيقرر كازانوفا ينزل مكانه، وتاني يوم بيروحوا علشان المنافسة. لكن الغريب ان اول ما بيتقابلوا بيروح جيوفاني بادئ على طول من غير ما يستنى الحكم. وبيكتشف لوبو ان فرانشيسكا هي اللي بتحارب مكان اخوها، وبيسألها كازانوفا ازاي بتعمل كده، فبتحكي له عن حب جيوفاني لفيكتوريا وانه مش شاطر في الالعاب القتالية وخافت عليه لا يتأذي. فبيقول لها ان اخوها عامل زي المفكر كازانوفا اللي بيعشق الستات. لكن فرانشيسكا بتقول له ان كازانوفا ده واحد منحل كل يوم مع واحدة وعيل صايع وناقص، ومش زي اخوها اللي بيحب واحدة ومخلص لحبها. وهنا مش بيقدر انه يصارحها بانه كازانوفا، وبيتكلم على انه صاحبه. وبعد ما بيرجع بيقرر انه يروح يكلمها، لكن للاسف بيلاقي مامتها ماسكه جواب وبتقول لها ان خطيبها جاي بكره. وهنا بيعرف انها مخطوبه، وبيقول له لوبو ان هو كمان خاطب. ونشوف جيوفاني مع مامته في السوق وبيوقع السمك، فبيروح كازانوفا يساعده وبيتعرف على مامته، وبيستغل الفرصه وبيساله عن فرانشيسكا. لكن جيوفاني بيكلمه عن فيكتوريا، وبيقول انها بتحب كازانوفا، وبيحاول كازانوفا يفهمه ازاي يتعامل معاها. وبيرجع يساله عن اخته، فبيقول له انها ما شافتش خطيبها قبل كده وان ليها حبيب سري وبتروح بتقابله كل يوم. وفعلا بيشوفها ماشيه لوحدها وبيراقبها. وبيقابل بابا فيكتوريا وهو ماشي وبيقول له انهم بيشتروا الجهاز. وبنشوف فرانشيسكا وهي داخله بيت،
وفي نفس الوقت بيكون رئيس الشرطة بيشوف الأوراق اللي فيها اتهامات كازانوفا، وبتطلع فرانشيسكا من البيت، فبيدخل كازانوفا ولوبو علشان يشوفوا مين الشخص اللي بتحبه وبتقابله في السر، لكن بيلاقوا صاحب البيت نايم ومش حاسس بيهم، وبيدوروا في البيت فبيلاقوا ورق مكتوب باسم الكاتب برناردو. وبترجع فرانشيسكا البيت بتلاقي مامتها بتطلب منها تقابل خطيبها كويس، وبتقول لها انهم مديونين بعد ما باباها مات ومحتاجين لفلوس خطيبها علشان تنقذهم. وبتروح فرانشيسكا الكنيسة تعترف، وهناك بيقابلها كازانوفا وبتتكلم معاه، وطبعا هي كل ده مش عارفة شخصيته الحقيقية. وبيتعمد كازانوفا انه يقول لها جملة من الورق اللي لقاه في بيت الكاتب صاحبها، وهنا بتروح فرانشيسكا سايباه بسرعة وبترجع على البيت تكتب ورقة، وبتاخدها وبتروح بيها على بيت الكاتب اللي بيطلع واحد كان بيشتغل عندهم، وهي بتنزل الكتب باسمه قصاد نسبة بياخدها من المبيعات. وبتسأله مين اللي جه وهي مش موجودة، وبيقول لها محدش دخل البيت خالص، فبتديله الورقة علشان يضيفها للكتاب. وبيطلع برناردو علشان يروح المطبعة، وبيمشي وراه كازانوفا ولوبو. وتاني يوم بيوصل الخطيب بيترو في المركب بتاعته، وبيسلم العمال صورة ليه وبيقول لهم يعلقوها في كل مكان. وبيروح كازانوفا ولوبو يستقبلوه على انهم من بيت العروسة وبياخدوه على بيتهم. وفي نفس الوقت بيكون رئيس الشرطة بيراقب كازانوفا وبيسجل كل تحركاته، لكن بيوصل القس بوتشي اشهر محقق في الكنيسة وبيفصل رئيس الشرطة وبياخد مكانه. وبيشوف القس بوتشي الورق اللي فيه اتهامات كازانوفا، وبيقول انهم جايين يحققوا في المشاكل اللي حصلت ونشر الفساد. وبيدور كازانوفا في شنطة بيترو على اي حاجة تساعده، وبيلاقي اخر كتاب لبرناردو وعليه اهداء من فرانشيسكا. وبيوصل الخادم وبيقول ان خطيبته عازماه عندها، وبيجهز بيترو علشان يروح، لكن بيحاول كازانوفا انه يخليه ما يروحش، وبيضحك عليه وبيفهمه انه برناردو الكاتب المشهور. وهنا بيطلب بيترو مساعدته ازاي يتعامل مع خطيبته، فبيقول له ان اول حاجة لازم يخس، وبيضحك عليه وبيقول له ان عنده طريقة جديدة هيستخدمها معاه. وبيروح بداله على بيت فرانشيسكا، وبيقول لهم ان هو بيترو وما قالش على شخصيته من الاول لانه كان بيحاول يتعرف عليها، لكن فرانشيسكا بتشك فيه، فبيوديها الكتاب اللي بعتته لخطيبها والاهداء اللي مكتوب عليه. وبيوصل المحقق بوتشي وبيقول انه جاي يقبض على الكاتب برناردو بتهمة معاداة الكنيسة. وبتروح فرانشيسكا نازلة بسرعة تجري على بيت برناردو علشان تحذره، وبيناديها كازانوفا وبيطلب منها تروح معاه الحفلة. وبتوصل فرانشيسكا لكن بتلاقي الشرطة قبضت عليه خلاص، فبتروح على المطبعة علشان تلغي نشر آخر كتاب، لكن بيكون فات الأوان والكتاب اتطبع. وبتحقق الشرطة مع برناردو وبيقول لهم إنه مش هو برناردو اللي عايزينه. وبنشوف بوتشي بيسأل كازانوفا وهو فاكره بيترو عن صاحبه كازانوفا، وبيسأله ليه عايش في بيته، فبيقوله إنه أجره منه. وبيدخل الشرطي بيقول للمحقق بوتشي إن اللي اتقبض عليه أكيد مش الكاتب برناردو لأنه مش بيعرف يقرأ ويكتب أصلا. وبيرجع كازانوفا على لوبو وبيقوله إن فرانشيسكا ما عندهاش حبيب. وبيجي وقت الحفلة وبيقابل بوتشي كازانوفا وبيقوله إن أول ما كازانوفا يظهر يبلغه لأنه طبعا مش عارف شكله. وبنشوف جيوفاني لسه بيراقب فيكتوريا، وبتروح فرانشيسكا مع كازانوفا الحفلة وبيعرفهم المستقبل على إنهم بيترو وخطيبته. وبيفكروا لوبو يروح لخطيبته فيكتوريا وبيروح يقابلها بره الحفلة علشان يدخل معاها. وبيكون بوتشي واقف وبيسمع فيكتوريا وهي بتقول له كازانوفا، فبيسأل المساعد بتاعه على عنوانه، وبيدخل يحيي الأمير اللي بيقول له إنه سعيد بيه بعد خطوبته. وبيقوم كازانوفا يجيب لها مشروب، لكن في اللحظة دي بيوصل باباها فبتنزل تحت الترابيزة، وبيقعد كازانوفا على الترابيزة اللي بتفضل تتحرك بيه. وبترجع فرانشيسكا ومامتها يقعدوا معاه، وبيجي بابا فيكتوريا يسلم عليهم ويقعد هو كمان معاهم، وبيتكلم كل واحد على كازانوفا على انه خطيب بنته. وفي نفس الوقت بيوصل بوتشي بيت كازانوفا وبياخد بيترو معاه وبيعذبه لانه فاكره كازانوفا اصلا. وبينادي بيترو على المساعد بتاعه علشان يثبت لهم انه بيترو، وبيوريهم المساعد الفلوس اللي عليها صورته. وبيقول لهم بيترو انه ما يعرفش كازانوفا وصاحب البيت اللي قاعد فيه هو برناردو. وهنا بيفهم بوتشي ان كازانوفا هو نفسه برناردو، وبيروح على الحفلة علشان يقبض عليه. وبيوصل بيترو وبتشوفه مامة فرانشيسكا وبتعجب بيه من اول نظرة، وبتروح تتعرف عليه وبيعرف انها حماته. وبيوصل بوتشي وبيقاطع كلامهم وبيقول لها بنتها مع كازانوفا. وهنا بيروح بيترو شايله من رقبته وبتنبهر من قوته،
وبيركب كازانوفا مع فرانشيسكا في المنطاد، وبتشوفهم فيكتوريا وبتعيط، وبيراقبهم بيترو ومامتها، وبتقوله ان فرانشيسكا كده فسخت الخطوبة، فبيقولها ان دي حاجة زعلته قوي، وبيروح ماسك ايديها، بلاها نادية خد سوسو، بلاها فرانشيسكا خد امها. وبتسأل فرانشيسكا كازانوفا ليه من الاول ما قالهاش انه خطيبها، فبيقولها ان هي كمان ما قالتلوش انها الكاتب برناردو. وهنا بتحس فرانشيسكا انها اتكشفت، لكن كازانوفا بيطمنها وبيقولها ان مش هيقول لحد، وبيسألها عن سبب اللي عملته في الجامعة، وبتستغرب ازاي كان موجود. وفي اللحظة دي بتنزل صور بيترو الحقيقي، وبتعرف انه مش خطيبها، وبتطفي النار وبينزل المنطاد، وبيقبض بوتشي على كازانوفا وبيقول ان هو الكاتب المعادي للكنيسة. وبتروح فيكتوريا للمحقق بوتشي علشان تنتقم من كازانوفا، وبتقوله انها مستعدة تشهد ضده، لكن وهي راجعة بتشوف جيوفاني واقف مع البنات، فبيلفت نظرها وبتسأله ليه على طول بيراقبها. وهنا بيقدر انه يقول لها انه بيحبها، وانه كان المفروض يقول لها من زمان. وبتيجي لحظة المحاكمة، وبيتفاجئ كازانوفا بالمحامي جوردانو، واللي بيطلع فرانشيسكا، وبتعترف ان هي الكاتب برناردو. وبيشد بوتشي فيكتوريا علشان تقدم شهادتها، لكن بتنكر بعد ما اتصاحبت على جيوفاني، وبيحكموا عليهم بالإعدام هما الاتنين. لكن قبل تنفيذ الحكم بيوصل رئيس الكنيسة وبيعفي عنهم بمناسبة عيد ميلاد البابا، وبيطلع يشكر رئيس الكنيسة ومراته، لكن بتطلع مامته وباباه واللي رجعوا علشان ينقذوه، وبيقول له باباه ان هو اللي اخرها. لكن بيلاحظ طفل ان الدهان اللي على العربية جديد، وبيشيله بيلاقي اسم سيرك، وبيقوم المحقق بوتشي يشوف اللي بيحصل. وهنا بيوصل رئيس الكنيسة الحقيقي، وبيركب بيترو ومامة فرانشيسكا عربية رئيس الكنيسة، وبيسيطر عليها لوبو، وبيجري كازانوفا وفرانشيسكا على المنصة وبيضربوا الحراس، وبتنزل على أول حصان وكازانوفا بينط على التاني، وبيجروا ناحية المينا، وبينزلوا علشان يركبوا في مركب بيترو، وبيجري جيوفاني وفيكتوريا وراهم، لكن باباها بيمنعها. وبيوصل كازانوفا وبيرفض يمشي علشان الشرطة مش هتسيبهم. وهنا بيعرض عليه جيوفاني خدماته، وبيقوله انه عنده استعداد ياخد مكانه، وبيطلع مع فيكتوريا، وبينزل معاه لوبو وبيقول ان مكانه مع كازانوفا. وبيوصل بوتشي لكن مش بيلحقهم، وبيتجوزوا كلهم. وفي النهاية بنشوف جيوفاني وهو بيكتب آخر جزء في مذكراته، وبيقول ان هو وفيكتوريا عاشوا بسعادة، وانه اشتغل بضمير، والناس افتكرت ان كازانوفا رجع، وان كازانوفا لقى الحب اللي كان بيدور عليه أخيرا مع فرانشيسكا. وبتكون دي نهاية فيلمنا النهارده.